صباح الخير، أو يمكن لسه ليل، ما فرقتش. المهم إنك هنا. في همسة حنين هنحكي عن الحاجات الصغيرة اللي بتخلينا نكمل. يلا نبدأ. جاني سؤال من فترة: إزاي نعرف الفرق بين السكوت وبين الهدوء الداخلي؟ والحقيقة أنا فكرت كتير وحاولت أتفلسف كالعادة وحاول أفهم إيه الفرق بين الاتنين. لقيت إن السكوت مش دايما معناه إنك هادية. ممكن تكوني ساكتة بس جواكي 1000 صوت بيزعق وأفكار بتجري من غير ترتيب. الهدوء الداخلي مش غياب الكلام، هو حضورك الكامل في اللحظة. بتحسي بكل حاجة في اللحظة الحالية. ده تفسيري لكلمة الهدوء الداخلي. هو لما تحسي إنك مش محتاجة تشرحي أو تثبتي أي حاجة لأي حد، مجرد وجودك وإنك متقبلة كل حاجة، ده الهدوء، وده منتهى الهدوء داخلي. الهدوء مش حالة بتوصلي لها، أنا شايفة إنه هو مهارة بتتعلميها كل يوم مع نفسك، ولحظة كده بتحسي فيها إنه أنا كفاية، أنا مش محتاجة أثبت حاجة لأي حد. يكون في كده سلام وشعور داخلي إن الحمد لله على كل شيء. وكل مرة بتختاري إنك تردي بلطف أو تسكتي بحكمة، بتقوي عضلة السلام جواكي. وحاجة تانية، السلام الحقيقي مع أو الفرق بينه وبين التبلد العاطفي. يعني إيه؟ خلينا نعرف زي ما أنا حاولت أشرح إيه الفرق بين السكوت والهدوء الداخلي. كمان لازم نفهم الفرق بين السلام الحقيقي وإن شخص يكون عنده تبلد عاطفي. ناس كتير بتخلط بين السلام وبين التبلد، لكن في فرق كبير بين إنك تكوني هادية وإنك تكوني مش حاسة. السلام الحقيقي بيخليكي تعيشي المشاعر من غير ما تغرقي فيها، تحزني، تغضبي، تشتاقي، لكن تفضلي ثابتة ومتصالحة مع نفسك. لكن التبلد هو لما تبقي مطفية من جواكي، مش قادرة تحسي بحاجة، وده مش سلام، ده جرح محتاج شفا مش إنكار. خلي بالك، الوعي بالمشاعر مش ضعف، دي بداية القوة الحقيقية. والحاجة التالتة اللي لازم كمان تعرفيها، إنك أول مرة حسيتي فيها بالسلام دي هتكون طاقة الشرار أو مفتاح البداية. خليني أقولك قصة شخصية لأحد الشخصيات اللي أعرفها في حياتي، وإزاي هي أول مرة حست بالسلام. أنا فاكرة أول مرة فعلا حسيت فيها بالسلام بالنسبة لي أنا، كانت لحظة بسيطة جدا. يوم كنت مضغوطة ومخنوقة ومش عايزة أتكلم، قفلت الموبايل، قفلت نور البيت، قعدت على الأرض واتنفست بالراحة. هتقوليلي يعني ايه اتنفست بالراحة واحنا طول الوقت بنتنفس؟ هقولك لأ، سمعت صوت نفسي، حسيت بيه،
كنت بتنفس فعلا ببطء شديد لدرجة إنه حسيت بعد شوية إن صوت الأفكار اللي جوه راسي بدأت تهدى، وكأن كان في مساحة جديدة اتفتحت، مكان ما فيهوش خوف ولا توتر. ومن اللحظة دي فهمت إن السلام مش حاجة بندور عليها برا، السلام ده جواكي مستني بس إنك تسمحي له إنه يطلع. الحاجة الرابعة اللي لازم كمان تكوني فاهماها إن في خطوات بنعملها، خطوات بسيطة بتوصلنا للهدوء الداخلي، زي مثلا التنفس. لسه قايلة التنفس ده حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي مش مجرد كلمة. في مصحات علاجية أذكر في واحدة منها موجودة في ألمانيا، ودي من أكبر المصحات هناك، بتعالج بس بالتنفس، بتخلي المرضى إزاي يعرفوا يتنفسوا صح. فالتنفس كل يوم لمدة 3 دقايق بس، تنفس صحيح يكون بعمق، وتراقبي التنفس وتراقبي النفس اللي داخل والنفس اللي خارج. ده بيفرق جدا جدا جدا، يخليكي تحسي بالهدوء الداخلي. النقطة التانية في الخطوات العملية اللي بتخليكي تحسي بالهدوء الداخلي هي العزلة. لازم تخصصي وقت حتى لو بسيط جدا، 10 دقايق في يومك، تبعدي فيه عن الموبايل، تبعدي فيه عن أي مشتتات، تبعدي فيه عن أي حاجة بتلهيكي، وتفكري فيها بطريقة هادية جدا. وياريت ما يكونش فيه تفكير. حاولي توقفي أي أفكار، ممكن تقولي أذكار، ممكن تقولي لنفسك كلام حلو، عادي. دي 10 دقايق في 24 ساعة، مش كتير. النقطة رقم 3 عشان توصلي للهدوء الداخلي هي النية. قبل ما تبدأي يومك قولي لنفسك أنا بختار السلام النهاردة، أنا بختار الهدوء النهاردة، أنا بختار الراحة النهاردة. لأن زي ما انت عارفة كل يوم احنا عندنا اختيارات، واحنا اللي بنختار. النقطة رقم 4 عشان توصلي للهدوء الداخلي هي الكتابة. اكتبي كل حاجة بتحسي بيها. ممكن تكتبي على التليفون لو حابة ان يبقى فيه خصوصية محدش يشوف اللي انت كتبتيه. ممكن تفتحي الواتساب اللي هو عند كل الناس دلوقتي، تفتحي محادثة بينك وبين نفسك على رقم تليفونك وتكتبي فيها وكأنك بتكتبي لشخص غالي جدا عليكي. افتحي لنفسك قلبك، صاحبي نفسك، واحكي لنفسك. النقطة رقم 5 في الخطوات العملية البسيطة جدا للوصول للهدوء الداخلي هي التأمل، وممكن كمان نقول الدعاء. وصدقيني كل الحاجات اللي طلعت حاليا وقبل فترة، كل الرياضات اللي هي يعني بتندرج تحت اليوجا وغيره، هي جاية من فكرة التأمل والدعاء والصلاة والذكر. زي ما قلتلك اختاري كلام حلو تقولي لنفسك، أو حتى الكلام اللي نفسك تسمعيه. في النهاية عايزة أقولك إن الهدوء مش ضعف، هو أعلى درجات القوة. لما تتعلمي تسيبي اللي مش في إيدك وتختاري السلام رغم الفوضى، ساعتها هتعرفي إنك أقرب لذاتك الحقيقية. ابدأي من نفسك بصمت وبصدق، وما تنسيش كل مرة تختاري الهدوء بتقربي خطوة من النور اللي جواكي. لو الكلام ده لمسك أو خلاكي تفكري لحظة، خديها علامة صغيرة،
إنك على الطريق الصحيح. أنا حنين، ودي كانت همزة حنين، مساحة نرجع فيها لنفسنا بهدوء وصدق. لو حسيتي بالسلام أو بالنور ولو بسيط، سيبي بصمتك باشتراكك وتعليق بسيط يقول إنك سمعتيني للآخر. افتكري دايما، الهدوء مش ضعف، الهدوء هو أقوى حضور. مع السلامة.